بعد طول انتظار الهضبة نزل ألبوم جديد. ابتدينا الليلة، ابتدينا نعيش وياه. عادي يعني مطرب ونزل ألبوم، لكن اللي مش عادي ان الراجل ده بيعمل حاجات عجيبة. تعال اقولك على كام حاجة منهم، يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. من الحاجات العجيبة ان عمرو دياب في السن ده منزل الالبوم باسم ابتدينا، ودي مقصودة طبعا. زمايله طالعين على المعاش وهو بيبدأ، ربنا يديله الصحة اكتر واكتر. ابتدينا الليلة، ابتدينا نعيش وياه. الحاجات العجيبة برضو ان عمرو دياب غير قوانين اللعب. المفروض ان اللعيبة كلهم بينزلوا الملعب يتنافسوا، لكن الراجل ده وصل لمرحلة ان ملوش منافسين، او الاصح مفيش غير منافس واحد بس. ده المنافس الوحيد لينا في السوق. مين بقى المنافس ده؟ ايوه برافو عليه، هو عمرو دياب نفسه. الهضبه من زمان وهو بينافس نفسه، كل البوم وكل غنوه بيعلي على نفسه مش على حد. قفلت اللعبة بجمالك، قفلت اللعبة. الهضبه نزل الالبوم وتاني يوم عمل حفله في الساحل، ومن الحاجات العجيبه انه وهو بيغني معاهم لقى كل الجمهور حافظ اغاني الالبوم اللي لسه نازل امبارح. راح جدة بعدها بكام يوم لقاهم برضو حافظين اغاني الالبوم الجديد. اللي سمع الالبوم يرفع ايده ما شاء الله. تفتكرني بالاماكن. انت بتدي دروس خصوصيه في الاغاني ولا ايه يا هضبه؟ وكانت احلى حاجه في الحفله ان عمرو دياب بيدعم اولاده ويشجعهم، بس لما جانا طلعت مع الهضبه لقيتني بتشد وايدي بتتربط. في ايه يا جدعان؟ اتاريهم خطفوني فعلا، من جمالهم خطفوني. خطفوني ورموني، خطفوني عينيك، خطفوني. ومن العجيب برضو ان الهضبه يرجع يشتغل مع عمرو مصطفى بعد ما قعد سنين يهاجمه ويقول عليه كلام مش تمام، بس رجوعهم بصراحه كانت اجمل حاجه في الالبوم، وده لانه واضح ان عمرو مصطفى طيب وكان زعلان، والهضبه فاهم كده. والعجيب برضو ان عمرو دياب منزل الالبوم 15 اغنيه حلوين في الوقت اللي فيه مطربين كبار مش عارفين يعملوا اغنيه واحده حلوه. لا ما تقلقش انت ابدا، لا ما تشغلش انت بالك. الهضبه خلانا نقول كلام جديد، يعني مثلا لو فكرت تدور له على عروسه هتقول مطلوب عروسه لشاب ستيني، وده مصطلح جديد طبعا. وبعدين يدور على عروسه جديده ليه اصلا؟ ده انا شفت الصوره دي عجبتني قوي وفكرتني بالنصيحه اللي بيقدمها عمرو دياب في البومه الجديد. ارجع لها بسرعة، ارجع لها دلوقتي. شوف مين اللي بيتكلم ده لو حصل يا هضبه جمهورك كله هيفرح بجد، وبعدين انت المستفاد، وهقول لك ليه. اول حاجه هتوفر يجي 1500 جنيه بتوع النفقه ينفعوك في الالبوم اللي جاي. هتلاقي مكان تنام فيه بدل الاستوديو اللي انت عايش فيه ليل ونهار. هتلاقي حد يظبط لك الهدوم بدل اللبس ده. ده انا لما شفت الصوره دي كنت في نص هدوء، نص ايه ده، انا كنت في ربع هدومي. هتلاقي حد يقول لك لا الحلق ده بتاعي ما تاخدوش لو سمحت. هو انا مالي ومال الحلق واللبس؟ ايه الرخامه دي؟ انا ماشي حسب منظومه عالميه، بحاول ابقى قريب منها من مصر باي مظهر اخر. اعتقد دي صغائر، لو انت مشيت على الصغائر وما اهتميش بالتفاصيل الجوهريه. المفروض ان انا عايز اسمع اغاني تعجبني وخلاص. ايش فهمنا انا في عالم النجوميه وستايلات النجوم اللي ممكن تكون مفروضه عليهم؟ ما علينا. ونرجع لارجع لها، والاهم بقى لما ترجع لها هتلاقي عندك مشاعر نكد تساعدك تعمل الاغاني الحزينه اللي انت بطلت تعملها. وطبعا لو ده حصل هيجي على دماغنا احنا كجمهور، هتفضل تقولك انت رايح فين وجاي منين، وهتعمل لنا البوم كل 10 سنين، وممكن تبطل غنى اصلا. هقول لك حاجه، خليك سنجل. هاي هاي يا سناجل، قلت لكم انا هاجي وجيت. البوم ابتدينا كل الاغاني عجبتني، وبجد برافو على كل فريق العمل. قلبنا حبينا. بس انا هقول لكم على اكتر 6 اغاني عجبوني قوي، وانتوا بقولوا لي في التعليقات ايه اكتر اغاني عجبتكم. اول اغنيه خطفوني. خطفوني ورموني، خطفوني. ودي كفايه ان جانا معاه وبتقول خطفوني. خطفوني حنين خطفوني. والتانيه بابا. موت عليها موت من رقة الصهيل يا بابا. عمرو دياب بيغني صعيدي بس على طريقته. تخيل الاغنيه تبقى مكلفاه مليون جنيه تقريبا، ولحنها عباره عن جمله واحده. هو كان ممكن يعمل فيها اللي ما اتعملش، بس هو فاهم هو بيعمل ايه. اغنية ترجع لها. ارجع لها بسرعة، ارجع لها دلوقتي.
الاغنيه دي اللي يسمعها كويس هيفهم انه مش بينصحه هو يرجع لها قد ما بينصحها هي ما ترجعلوش. اصله بيتكلم عن واحد نرجسي. تخيرها بينك وبين كرامتها. اغنيه حبيبتي ملاك. حبيبتي ملاك، حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك. هنا عمرو دياب رجعنا لرومانسيه التسعينات. دي ضحكة عمري يا عمري، دي أغلى ما ليا أنا. حاجه كده زي تملي معاك بس على كلام ولحن وشكل جديد. هي وبس هي. اغنيه شايف قمر. أنا لا بتخطفني ملامح ولا باخد بالشكل. بيقول لها انه ما بياخدش بالشكل لكن بيقول لها انت قمر حوالي 40 مره. قمر قمر أنا شايف قمر قمر. أيوة أنت قمر قمر، روحك حلوة. اغنيه ما تقلقش. لا ما تقلقش أنت أبدا. عمرو دياب بيقول لك خد حته طرب. الدقيقة معاك عمري. عزيز الشافعي بيلحن وبيألف كلمات وعايز يقول لك انا بليغ حمدي اللي جاي. يلا عمري ما ابتداش غير وانت جنبي. اغنيه يا بخت. يا بخته يا بخته اللي تحبه لبنان. كلام جديد ولون جديد على الهضبه. قولوا لي مين عاقل في الدنيا يستحمل على خدنا دمع. حاجه كده في النص بين الثقه بالنفس والغرور. ويا بخته اللي يدوق من شوقنا من شوق. اغنيه قفلت اللعبه. قفلت اللعبة بجمالك، قفلت اللعبة. عمرو دياب عامل اكتر من 1000 اغنيه. عداك اللعبة ما بالراحة، قلبنا مش لعبة. كل الوان الموسيقى وكلمات لكل الاحاسيس. فعلا قفلت اللعبه يا هضبه. قفلت اللعبة بجمالك، قفلت اللعبة. اغنيه وهلونه. وهلونه على حسب اللي انا شفته منه. الاغنيه دي عمرو دياب بيغنيها باحساس عالي قوي. اكتب لستة باسامي الناس اللي اذوني. واضح انه فعلا اتأذى من ناس كتير. انا لحظة محتاج اول ناس في حياتي رسوني. مشوار 40 سنه اكيد ما كانش مش سهل. بنساه وبفكر نفسي بافعاله. لما بنشوف عمرو دياب بيتجاهل الهجوم اللي عليه بنفتكر انه ما تأثرش. وما ما بينش بزعل. هو بني ادم واكيد بيزعل وبيتأثر لكن ما بيبينش. انا ممكن يوم اسامح عادي. ممكن يسامح لكن مش بهبل، لا هو واعي وفاهم. بس دول انا صاحي وعيلهم. عمرو دياب عارف كويس قيمته ومستواه. المستوى اللي انا مش ممكن يوم انزل. ولو رد عليهم يبقى نزل لهم. ولا فرقة يندم ويتسل. هو جايب النتيجة من الكنترول وسايبهم يقولوا. هما يقولوا وانا مالي. عمرو دياب علمنا درس عملي ان الصمت لغة العظماء. بسكت واعلى وهما يقلوا. جامدة قوي الاغنية دي. صحيح في ناس حلوة في حياتنا لكن بجد انا شفت في الاغنية دي ناس كتير وهلون. هكتب بالاحمر اجبن والاسود علي مخون. متنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية. خدت من القلب الدقة، خدت من الروح سحرها. وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين. خدت من كل الحاجة أحلى حاجة بحبها أنا.